سؤال بسيط، هاي شنو؟ اعتقد الجواب ماكو اسهل من عده. عباره عن محفظه، والمحفظه معروف شنو نخلي بيها فلوس، بطاقات، مستمسكاتك. لكن لما ندير هاي المحفظه راح نشوف هنا مكتوب اي زد يو. اوكي محمد، ازو شنو المميز بهاي المحفظه؟ انا راح اقول لك. السلام عليكم متابعيني الاعزاء، واهلا بكم بهذا الفيديو. ان شاء الله راح يكون هذا هو الفيديو الاول من سلسله جديده بهاي القناه، راح نتكلم بها عن منتجات نستخدمها بشكل يومي ولكن بها طابع او بها اثر تقني. وبدايتنا راح تكون مع ازو. ازو عباره عن محفظه بها طابع او بها اثر تقني، وهذا الاثر فعلا تاثيره حقيقي وجدا مفيد بالنسبه لاي شخص يكون عنده محفظه، واللي هو كل واحد بينا. خلينا نبدأ مع الشكل الخارجي اللي أول ما تشوفها راح تقول هي محفظة عادية ما بيها أي فرق عن أي محفظة ثانية. وزنها كلش خفيف، مصنوعة من جلد إيطالي أصلي، بصراحة جودته كلش عالية، وراح تلاحظ هذا الشيء أول ما تمسك المحفظة بيدك. ملمس الجلد كلش ناعم وينطي مظهر لامع للمحفظة. وطبعا المحفظة هاي متوفر بيها أكثر من لون، اللون اللي عندي اللي هو الأسود مع الماروني تقريبا. شكليا هاي تقريبا أهم التفاصيل، باقي الأشياء هي عبارة عن محفظة عادية تخلي بيها فلوسك، بطاقاتك، ما بيها أي اختلاف عن أي محفظة ثانية. بصراحة كلش حبيت الطريقة اللي تخلي بيها الفلوس بهاي المحفظة، طريقة ذكية ومحسوبة بدقة. راح تقدر تخلي بيها الفلوس وترتبها من العملة الأكبر للعملة الأصغر، على مود يكون عندك وصول أسهل لهاي الفلوس لما تريد تتعامل وتشتري بيها. ولكن فعلا يفرق اثناء التعاملات اليوميه، لان راح تقدر تشوف فئات الفلوس الموجوده عندك بالمحفظه بدون لا تقعد تدور بالاوراق وحده وحده، راح يكون كل شيء واضح قدامك. هسه خلينا ننتقل للاشياء التقنيه الموجوده بهاي المحفظه، واللي راح ابداها مع خاصيه او تقنيه ال RFID. شنو هاي التقنيه وإلمن موجهه؟ هاي التقنية كلش مفيدة وضرورية بنفس الوقت لأي شخص يسافر هواية. تعرفون لما تسافرون لأماكن ما تعرفونها، عمليات السرقة تصير بطرق مختلفة شوية، مو شرط إلا ياخذ محفظتك على مود يقدر ياخذ من عندك فلوس مثلا. لما راح تخلي بطاقتك بالمحفظة والتقنية هاي موجودة عندك، المحفظة هاي راح تكون حاجز أمام أي عملية دفع راح تتم عن طريق المحفظة بدون لا تدري انت. شلون؟ العملية هاي مشهورة ومعروفة كطريقة سرقة شوية مبتكرة، انه يقربون جهاز البي او اس او جهاز الدفع المسبق على المحفظة مالتك، واذا المحفظة هاي ما كان بيها هاي التقنية اللي هي ال RFID راح يتم الدفع وبطريقة طبيعية جدا. لذلك ومثل ما قلت هي كلش ضرورية بالنسبة لأي شخص يسافر هواية. الشغلة الثانية التقنية الموجودة بهاي المحفظة واللي هي هاي، لما تقرب تليفونك سواء كان iOS او اندرويد راح تطلع لك كل معلوماتك، اسمك، ايميلك، مكان بيتك او عملك، كل تفاصيل التواصل وياك شخصيا راح تكون موجودة بداخل هاي المحفظة. واي شخص مجرد ما يقرب تليفونه على هاي المحفظة راح تطلع له كل هاي التفاصيل. طبعا بكل تأكيد كل هاي المعلومات راح تحددها انت وتقدر تخليها بشكل يدوي. اضافة كلش حلوة، في حال محفظتك ضاعت مثلا راح يقدرون يوصلون الك عن طريق هاي المعلومات اللي انت كنت خليتها مسبقا. شغلة وحدة بس كنت اتمنى انه تكون موجودة بهاي المحفظة، واللي هي خاصية التتبع، او خلينا نقول انه يكون بيها حاجة مثل ايرتاج، بحيث لو ضاعت نقدر نتبعها. يعني حالة حال الايرتاج المعروفة من ابل او من اي شركة ثانية، في حال وقعت او ضيعت المحفظة باي مكان تقدر تلاقيها عن طريق جهازك الموبايل. التقنية هاي بعدها مو موجودة، ولكن لما وصلتني هاي التقنية من الشباب، طبعا هم شباب من الموصل، قالوا لي انه الجيل القادم جاي يشتغلون على هذا الموضوع وراح يحتوي على تقنية التتبع. وبصراحة في وقتها راح تكون فعلا محفظة مثالية جدا. بشكل عام هذه كل التفاصيل الخاصة بهاي المحفظة. شنو رأيكم بهاي السلسلة؟ إذا عندكم أي منتجات في بالكم حابين تجربها اكتبوا لي إياها بالتعليقات. وبخصوص السعر وكيفية الطلب، فسعر هاي المحفظة راح يكون هو 35 ألف دينار عراقي، وتقدرون تطلبونها عن طريق صفحة آزو أو متجر آزو، الرابط راح يكون بالوصف. أنا محمد، أشوفكم فيديو جاي.